المشروع ده اللي هيخلي عندك اكتفاء ذاتي، هيخليكي بسم الله ما شاء الله مش محتاجة لأي حد، هيخليكي تقدري تعتمدي على نفسك، هيخلي الفلوس في ايديكي وانتي قاعدة في بيتك. ما هو انا عايزة اشتغل وجوزي مش عايز يطلعني اشتغل بره، طب اعمل ايه؟ هو ده الحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا صباح الفل على عيونكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. النهارده كده يوم جديد، فيديو جديد، كلامنا ان شاء الله عن التوفير بفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا وجاي مش هتتحاوجي لحد خالص، حاولي تطلعي طاقتك في حاجة تطلع لك فلوس. اهم حاجة قولي يا رب وخلي عندك يقين في الله. طول ما انتي بتجتهدي هتوصلي للي انتي عايزاه، حتى لو اللي انتي عايزاه شايفاه ان هو بعيد قوي، لا انتي ان شاء الله هتوصلي له. لو لسه اول مره تشوفي قناتي بقى، عايزه اقول لك قبل ما اقول لك اسم القناه، عايزه اقول لك خليكي ورا هدفك، اتمسكي بيه كويس. وقناتي اسمها وصفه ونصيحه مع مسك. هدفنا يا بنات التوفير، تدبير ميزانيات، ازاي تشتري ذهب، ازاي تعملي جمعيات، ازاي تحققي كل اللي نفسك فيه، ازاي تنقلي من شقه ايجار لشقه ملك بفضل الله سبحانه وتعالى. كل اللي نفسنا فيه هنحققه بفضل الله لحد ما يبقى عندك شغلك او شركتك او مشروعك الخاص بيكي كده. وكل ده بنمشيه خطوه خطوه. فلو لسه ما اشتركتيش في القناه، احب اقول لك يا ست الكل فايتك كتير، واضغطي كده على زر الاشتراك اسفل الفيديو ولايك كده، وصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واعرفي ان صلاه النبي دي مكسبك ومكسبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. خليكي ناصحه، خليكي ناصحه، والنصيحه دي هتبقى لنفسك مش لحد تاني. خلي بالك من جوزك، خلي بالك من جوزك. طول ما انتي عامله لنفسك قيمه، طول ما انتي في قرش في ايدك، جوزك دايما هيفضل يحترمك. طول ما انتي سايبه نفسك ومالكيش الا شغل البيت والاكل والشرب بس كده، صدقيني ده هيقل من نفس منك ومن قيمتك ومن كل حاجه، واستهتار، وهتلاقي مفيش معامله حتى مره في مره مهما كان جوزك ده ايه، هتلاقي ان انتي خلاص بقيتي واحده عاديه. لكن خلي دايما في هدف ليكي في الحياه، خليكي دايما قدامه ان انتي متطوره، ان انتي مش ست عاديه، انتي ست كده بتجتهدي بتسعي. دايما تخلي قرش فيه، يعني تخلي كده دماغك انك ازاي تدخلي القرش. بصي بقى، مهما بصي مريتي بازمات، مهما الدنيا كانت صعبة عليكي، عايزة اقولك ما تخافيش تمام. بس عايزاكي لازم تفوقي، لازم تعودي نفسك تمام ان انتي لازم يبقى ليكي شغلك خاص بيكي. حتى لو جوزك ربنا يخليهولك ويحمولك يا رب كده، مش مخليكي عايزة حاجة خلاص. يعني عايزة اقولك كده، حتى لو شغلك من البيت ده، بصوا احلى شغل من البيت ده. يعني عايزه اقولك بتديري حاجه بيتك واولادك، وكمان حلوه قوي وفرصه حلوه قوي للستات اللي جوزها بيمنعهم من بره خلاص. زائد ان انت وانت قاعده في بيتك هتشتري ده. يا نهار ابيض يا مسك، عايزه اقولك صلي بينا على النبي وزيدي النبي صلاه. فين الاشتراك يا عسل انت وهي؟ اضغطوا على طول الاشتراك واللايك كده، وشاركوني بتعليقاتكم الجميله. لازم يكون معاكي قرش تمام. ما تتحوجيش لحد خلاص. عايزه اقولك ما تعتمديش ان حد يديكي فلوس او حد يسلفك او الدنيا زنقه او جوزي الحمد لله معاه مرتب والدنيا ماشيه. لا، لازم يكون معاكي فلوس خاصه بيكي انت. عيشي على قد ما جوزك يديكي، لكن حاولي ان انت تكبري دخلك. حاولي ان انت اشوف اي مشروع، ان انا بصوا بقى افحتي في الصخر، نعمل اي مشروع. جاي لكم في مشاريع جايه هو اقول لكم عليها، كملوا الفيديو للنهايه. بس عايزاكي تصحصحي نفسك وتنوي ان وانتي بتسمعي الفيديو ده انا لازما حياتي تتغير في كل حاجه. حتى لو حياتي بصي بقى مشاكلها فوق كده وفوق راسي قد كده، لا ان شاء الله مشاكلي دي هتتغير وحياتي دي هتتغير بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان عايزه اقول لك، طول ما انتي ماشية على القد وماشية على قد رزق جوزك وراضية بالنعمة الجميلة حتى لو كانت قليلة، اعرفي ان ربنا هيكرمك اقسم بالله. بس لازم تحاولي تجتهدي. طب اجتهد ازاي يا مسك، او اعمل مشاريع ازاي يا مسك؟ عايزة اقول لك اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة تربية الفراخ البياضة. تربية الفراخ البياضة دي انت لو جبتيلك معلش يعني من 20 ل 30 كتكوت، هما بيبقوا جايين الكتكوت ب5 6 جنيه عمر يوم، مش هيبقى مكلف الا هيصرف معاكي شوية اكل. طيب شويه اكل دولت هيصرفوا معايا ايه؟ اول 4 شهور بس. انت كده بتبتدي انك تبني مشروعك، ومشروعك ده مش معلش ب5000 ولا كلام، بجزء بسيط جدا ما يكملوش يعني ايه 500 600 جنيه خلاص. لكن انا ال4 شهور دولت بصرف اكل عشان بعد كده هم هيدوا. خليكي ان انت لو جبتي مثلا من 30 ل 40 مثلا فرخه خلاص، وتبداي انك وتحاولي او هاتيهم بالذات يا اما فراخ بياضه يا اما فراخ فيومي، دولت اكتر حاجه بتدي بيض يا بنات خلاص. طيب احاول انا على قد ما اقدر معلش هدبق نفسي ال4 شهور دولت لحد ما الفراخ تبيض لي،
بس خلي ان الفراخ دي مثلا اللهم صل على النبي دخلت لك كل يوم 30 بيضه، خلي انه 10 طلعوا فيهم ديوك خلاص، وابداي 30 كل يوم 30 بيضه كل يوم. البيضه ب5 جنيه، يبقى بقد ايه يا بنات؟ يبقى ب150 جنيه كل يوم. لو هتشتري انت بعد كده بال50 جنيه دي علف لاكلهم وبرسيم، وال100 جنيه هحوشها، اصبح ان انت كده عملتي لك مش من مشروع من وانت قاعده في بيتك من ولا شيء، كل يوم بيدخلك 100 جنيه، يعني في الشهر بعد اكلهم 3000 جنيه. صليتوا بينا على النبي، زيدوا النبي صلاه. ده من وانا فين؟ ده وانا قاعده في بيتي. ده مشروع واحد؟ لا، ده لسه في مشاريع كتير، احنا مش هنقتصر على او مش يعني نبني نفسنا على مشروع واحد. ادي مشروع وانا قاعده في بيتي بقيتي بقبض بال 3000 جنيه. نيجي لتاني مشروع، انك جنب الفراخ دي تعملي لك اوضه حلوه كده او بوكس حلو كده، تمام، تجيبي لك فيه مثلا 50 فرخه 50 فرخه بيضه. ال 50 فرخه بيضه دول هعمل فيهم ايه؟ هتخلي لك 10 اكلك وشربك طول الشهر، وال 40 التانيين هطلعهم على 10 ايام بس او 15 يوم دوره. الدوره يا بنات اللي هي مثلا بتبقى ايه 15 يوم عمر ايه، دوره تحصين اللي هي ايه، قولي يا بنات معايا الكلام بيروح مني، اللي هي ايه تحضين. خلاص بحضن الفراخ 15 يوم. في ناس مبيبقاش عندها اماكن او بيبقى ليهم خلق ان هم يشتروا كتكوت عمر يوم، خلاص، بس اهم حاجه تجيبي المكان ده من مفرخه تكون كويسه، من معمل يكون كويس، بحيث انك تجيبي حاجتك حلوه، اللي ياخد منك مره واثنين وثلاثه. خلاص يبقى انا هخلي ليا 10 اكل فيهم واشرب فيهم طول الشهر، وال40 التانيين هقوم مطلعهم عمر 15 يوم عشان الاكل ما يزيدش عليا قوي، وفي نفس الوقت هيطلع لي مكسب كل 15 يوم اللي هو التحضير. خلاص. طيب انا يا مسكي بقى مش عايزه احضن، لا ده انا عندي مكان اوضه واسعه وهجيب ال50 فرخه وهتاجر فيهم، انتي وراحتك. بس احسن حاجه فتره التحضير دي حلوه قوي، 15 يوم على الخفيف خفيف، وكل 15 يوم بيدخل لك مكسب. صليتوا بينا على النبي؟ طب زيدوا النبي صلاه. ولو لسه ما ضغطتيش لايك او كتبتي تعليق حلو منك كده، اكتبي لي تعليق كده ويكون جزاكم الله كل خير. يا رب تحج يا رب اللي تكتبي لي تعليق كده يفرحني ويفرح قلبك بنفسك وباولادك ويحالك جميعا اللي بتتمنى، اللهم امين. فعايزه اقول لكم في كذا مشروع. طيب في ايه كمان يا مسك؟ في مثلا البط. ما انا هشتغل بقى، انا هحط نفسي في تربيه الطيور، هحاول اعمل مثلا بط، فراخ بياضه، فراخ بيضه، حمام، ارانب. ده بيعتمد على الاماكن اللي عندي. طب انا ما عنديش اماكن وانا مش في بلد ارياف. طيب ده انت جيتيلي في ملعبي بقى، مش في بلد ارياف، خليكي انك في مدينه. هبدا اتواصل مع اي حد في بلاد ارياف من اللي حواليا، او اي ناس من اللي بيجوا السوق عندي، خلاص، في السوق اللي هو ايه في المدينه بس، وهبدا اخد منهم السمنه والجبنه وانا تاجر واعمل، خلاص، واتاجر وابيع واعمل جروب واسوق لهم الحاجه، واحط لي ان شاء الله لو على كل حاجه كيلو 10 15 جنيه وانا الكسبانه وانا قاعده في بيتي. خلاص انا هسوق اونلاين وهنزل الطلبات، اخلي الناس تيجي تشتري من تحت بيتي. خلاص بحجز الاوردرات والناس تيجي تستلمها من تحت المكان اللي انا قاعده فيه. خلاص او اي مثلا اقرب محل معروف او اي مول معروف جنبكم. خلاص ده حاجه حلوه قوي. كمان برضو الموضوع بقى المخبوزات، اظن دلوقتي اليوتيوب والحاجات دي يا بنات ما خلتش حد ما بيعرفش يعمل المخبوزات، ولا الحلويات والكبات اللي بقت ماليه المحلات. كل دي مشاريع من وانتي قاعده في بيتك، مش هتخليكي بقى تسيبي اولادك وانتي قاعده بتذاكري لهم وانتي بتروقي بيتك وانتي في وسط بتعملي اكلك وطعامك، يعني اكلك وكده وطبيخك وانتي قاعده. في كذا مشروع تعمليه وانتي قاعده، يعني مش هنعمل مشروع ولا اتنين، ده انتي ممكن تعملي 5 مشاريع في وقت واحد، وكل مشروع على الاقل كده يدخلك كل شهر 3000 جنيه، يعني ست الكل يدخل لك كل شهر 15000 جنيه وانتي قاعده في بيتك. يا نهار ابيض يا مسك، ايوه صح صحي بس كده. المدارس على الابواب، جايبه لك 5 مشاريع ينفعوا في ايام المدارس كمان، وولادك في المدارس وانتي في قلب بيتك، تمام. وعايزاكي لو لسه ما عملتيش قناه يوتيوب يا ستي اعملي قناه يوتيوب، مش هضحك عليكي واقول لك انا واحده من الناس ما بقبضش الا كل سنه مره، تمام، ادعوا لي بالقريب العاجل، تمام. لكن مش هقول لك ما تعمليش، ما تعملي، ويمكن تضرب معاكي الحظ وتقبضي بعد شهرين 3 مش بعد سنه. وحتى يا ستي لو قبضتي بعد سنه، خلي انا عن نفسي املي في الله كبير، بالله عليكم بقى اضغطوا لي اللايك واجبروا بخاطري. خلاص تعرفي لو حتى بتقبضي من القناه دي كل سنه مره، خلاص، وبتقبضي من كل مشروع تاني عملتيه كل شهر او كل شهرين عملتي مبلغ، فانت الكسبانه. مش احسن؟ ما فيش خالص يا ست الكل. اللي عايزه تعرف الفيديو ده ليه جزء تاني، تمام، علوا لي الفيديو باعلى نسب من المشاهدات ولايكات كتير قوي 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 قوي، واكتبوا لي كده تحت في التلاتة عايزين الجزء التاني من المشاريع، واستنوا احسن مشاريع وافضل مشاريع تدخلك كل شهر من 3 ل 5000 جنيه كل شهر وانت قاعده في بيتك. ومش هيبقى مشروع واحد، ده اضربي كده 5 كده في 5، 5 في 5 مشاريع، واتفرجي على المكسب الخطير اللي هيملى لك بيتك خير كده. واتفرجي 5 في 5 25,000 وانت قاعده في بيتك، مش ولا موظفه ولا لازم أن يكون يشترط انك يكون معاكي تعليم ولا اي حاجه. اذكروا الله كتير وصلوا على النبي كتير قوي في التعليقات، وحلوا الفيديو على قد ما تقدروا، واعملوا مشاركه عشان تكسبوا خير، والدال على الخير كفاعله. اترككم فيديو جديد في حفظ الرحمن، ومع السلامه.